ما يصرناش كيما اللي مخلي راجلها ممدود وراح حطوا على محمود. فهموه يا خالتي، بلغوا تبون باللي شعبه وكره من الصوارد هذه اللي يمدها درواتي يا غوش. علاه ما تمدهاش لشعبك؟ سيد الرئيس واش نعتبرها؟ نعتبرها تفرق ما بين الشعب، والرئيس اللي يفرق ما بين شعبه ماهوش رئيس. رضا طلياني قال لك خبز الدار ياكل البراني، هذه هي حالة الجزائري. سي خونا قال لك زادها بتبريحة 200 مليون دولار في خاطر هيفا وهبي وفي خاطر إليسا. رئيس عبد المجيد تبون خصص 200 مليون دولار لإعادة إعمار جنوب لبنان. وقال لك الله يرحم وديع الصافي في هذيك الرقدة ما عندهاش بزاف خوتي، مليار دولار مديناه لإفريقيا، قال لك هذا يروح للتنمية. واليوم ولا البارح بليطو سمعنا باللي 200 مليون دولار مدت للبنان. عندنا الدنيا واخده، مش لاقيوش داوي، مش لاقيوش تاكل. الناس عايشين في الشر والميزيريا وعايشين في وضع لا يحسدون عليه. مبروك للشعب، عمي تبون زاد يرشق 200 مليون دولار. تبون يخصص 200 مليون دولار من أجل إعمار جنوب لبنان. 200 مليون للبنان الذي بلغ نحو 200 مليون دولار. الجزائر ستمنح قرابة 200 مليون دولار. راهي منقولة في الصفحات الإعلامية الجزائرية الموثقة. انت من تشوف هذه لبنان كيفاش دايرة اقسم لك بالله تنخلع وتندهش وتحير. عندها واحد الشبكة تاع الطرقات، واحد البنى التحتية مخدومة بمعايير دولية ومواصفات عالمية. كي تشوف لبنان الفنادق اللي فيها والمطارات والأماكن والمنتجعات السياحية فمك تحلى. الشعب في حالة، إذا حاب مد صوم سمبوليك. ديجا الجزائر مدت 30 ألف طن تاع وقود غراتوي للبنان، واش تحب تزيد يا أخي؟ الجزائر تعلن عن إرسال سفينة محملة ب30 ألف طن من الوقود. راك مسؤول على الجزائر مش على لبنان. وهذه لبنان وجهة سياحية بامتياز. هذه لبنان أجمل المدن الجزائرية. نحكوا على الجانب تاع البناءات وتاع ما على باليش من الهياكل القاعدية، ما تنجمش تقارنهم بها باسكو هاربة بالبزاف. بعد كي نلقى روحنا نروح تاوسا ونروح نبرح ب 200 مليون للبنان، جنوب لبنان وجنوب لبنان. هاو المشكل. لا بغاو هرن ولا الجي عاصمة. حنايا البارح مدينا لها 200 مليون دولار. هذا 200 مليون دولار كانت من الاولى ومن الاجدر ما تروحش للجنوب اللبناني لاعاده الاعمار كما راكم تقولوا، تروح للجنوب الجزائري. وكانه تبون ما عملوش باللي الشعب تاعو محتاج. يمد لهم في الصوارد، يمدهم لي انا، مدنا لينا حنا الاولى بالصوارد هذو حنا. الشعب تاعو في حاله. رايح تمد لي في دراهم من هذيك الملايير باش تروح تعاون بها المدن داخليه ودير مرافق عموميه. وجنوب لبنان المشكل راه هنا. اولا السؤال الاول 200 مليون من جيبه من دراهم ولا من دراهم الخزينه العموميه؟ باسكو اهل البلاد والجزائريين والشعب تاعنا هو اولى باموال تاع بلاده، وحنايا نمدوا لهم الدراهم ونمدوا لهم التبرعات والاعانات. والشعب الجزائري مشتاق كما يقول لك حبه تاع تمر. إلى التماس أصبح لا يطاق. الزوبيا في كل جهة، طوابير البنزين في كل جهة، لاشينات في كل جهة، الصحة مريضة. راهي الولاية ماشية للهاوية. اتقوا الله في فلوسكم وخافوا من مولاكم. هذه 200 مليون دولار كنا قادرين نبنوا بها ولا نخدموا الطريق الوطني رقم 1 تاع من راسك اللي راه يحصد العشرات تاع الارواح سنويا. هاك عاونتهم بما فيه الكفايه. مد سيدي مليون دولار تكفي والله. هذا واش عندي. و199 مليون فرقها على الشباب والجمعيات الخيريه. خلي يخدموا، خلي الناس تداوي، خلي الناس راهم محتاجين. وهذه 200 مليون دولار كنا قادرين نبنوا بها مستشفى جامعي واللي يستفادوا منه اهل المنطقه ككل. وهذه 200 مليون دولار كنا قادرين نبنوا بها مركز وطني لمكافحه السرطان. اذا كان من دراهم الشعب الخزينه العموميه لازم يستشير الشعب، او على الاقل يستشير الهيشر تاع النواب اللي زعما سوا ديزون كما يقول القايد صالح الله يرحمه يمثلوا الشعب. وكأنه تبون يتفرج نشرة الثامنة واقتنع انه البلاد صاي الناس كل تهنات رجليت كلش بقاولنا دركا في الخزينه هيا نمدوا شويه باش ما نبخلوش. لا، وهذه 200 مليون دولار كانت قادره تروح للتنميه وتروح لبناء المنشآت والهياكل القاعديه. وهذه 200 مليون دولار كنا قادرين نبنوا بها عده وحدات سكنيه ويستفادوا منها سكان الجنوب. يعني بكل صراحه لا توجد مناطق ظل او مناطق منكوبه في لبنان. يعني ما عندهمش تيزاواتين وما عندهمش ثنية الحد وما عندهمش بوطي السايح وما عندهمش قرقاو. دروك حنا ما فهمناش خيرات الشعب الجزائري يستفاد منهم كل شعوب العالم ابار الشعب الجزائري اللي هو معني واللي هو اولى بهذه الخيرات وبهذه الاموال. دروك اللي قلنا نبدلوا بلاد بالك يوصلوا لنا كيما يقول لك
هذوك الخيرات وما على بالناش كيفاش، كيما حسبنا لها ما لقينا لهاش حل. والله عندهم كما يقول لك الناس العشوائيات بصراحه ما عندهمش. سمعوا لي مليح، الزلط والتفرعين كلام فارغ، كلام فارغ. الفانتازية اللي ما يش محلها كلام فارغ.